عليها بسكويت كوكيز. توفيت راقصة الباليه البريطانية أرولا باكسنديل بعد تناول بسكويت كوكيز يحتوي على الفول السوداني تم شراءه من متجر بقالة في ولاية كونيتيكت. وعانت الراقصة البالغة من العمر 25 عاما من صدمة تحسسية شديدة بعد تناول بسكويت كوكيز لم تكن تعلم أنه يحتوي على الفول السوداني. ومنذ ذلك الحين تم إصدار استدعاء عاجل للمنتج، وأن ملفات تعريف الارتباط تحتوي على فول سوداني وبيض غير معلن. وقالت عائلتها لبي بي سي أنها كانت في ولاية كونيتيكت لترقص على الدور الرئيسي في إنتاج فيلم أليس في بلاد العجائب عندما تناولت البسكويت. وقالت عائلتها أن السيدة أورولا كانت حذرة للغاية بشأن حساسية الفول السوداني التي تعاني منه، وأنها لم تغادر المنزل أبدا بدون قلم إيبيبان. شقيقتها الممثلة سيارة باكسنديل وصفت أورولا بأنها متألقة وحالمة يعتز بها الجميع. كانت تقول: لن أتوقف أبدا طالما أنا على هذه الأرض. قال بعض الأشخاص: كم كانت جميلة، وكم كانت لطيفة، وكم كانت رائعة، وكم كانت مرحة، وكم كانت بارعة، وكم كانت نابضة بالحياة. كان لديها لمسة ذهبية، كل شيء عنها كان سحريا. لقد كانت من عالم آخر، إنها تبدو مثل الملاك تماما، ولا أستطيع أن أصدق أنها رحلت. قالت عائلتها في بيان لها: